السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله انا هتكلم عن الشخصية البيرمنت اللي هتاخدها من الايفنت ده. طبعا الايفنت زي كده مفروض اصلا ان الناس تكون خلصته لان هو بادئ من زمان. لكن مع الاسف انا بدأت فيه متأخر، بس الحمد لله ان انا لحقت وان انا اخدت الشخصية بشكل دايم. النهاردة كان أول يوم ليا استلم فيه الشخصية، فحبيت أنزل فيديو وأشارككم مميزات الشخصية. ده بالنسبة للناس اللي مش عارفها. تمام. طيب، هو كده كده الايفنت اصلا يعتبر خلاص قرب ينتهي، فيا ريت لو كل واحد فاضل له مثلا يوم يومين ثلاثة ولا حاجة يحاول يلحق ان هو ينجز شوية، عشان خاطر مش فاضل غير تقريبا غير حوالي عن 8 ايام والايفنت يخلص. فحاول تستمر. طيب، بشكل عام الشخصية أصلا هي إيه هي مميزاتها؟ بص، هو اللي أنا فهمته يعني إن هي فيها ميزتين حلوين قوي. ميزتين، خد بالك أنا قلت اتنين. أول حاجة إن الشخصية أصلا فيها 4 أماكن تقدر تحط فيهم الخصائص مختلفة. سواء بقى إن كنت هتشتغل بالشخصية ديت في ال HMX أو في ال SD أو في الاف اف قول مثلا على حسب ما انت حابب يعني، وطبعا هشرحها لكم ان شاء الله. وكمان في دي كده ميزه بالنسبه لي، انا بسميها ميزه. الميزه التانية بقى واللي هي اللي انا شايفها جامده، ميزه الهارت شوت. الهارت شوت دي يا جماعه حاجه خاصه بالروم الزد ام، وبرضه هشرحها. فلو انت مهتم بالموضوع يا ريت تفضل معايا للاخر. طيب، بالنسبه للمميزات الاولى اللي هي معاك 4 خانات تقدر تغير فيهم. انا عايز اقول لكم ان انا اصلا لما استلمت الشخصيه استلمتها بالمميزات اللي زي دي كده بالظبط. من غير ما العب في اي حاجه، من غير ما اغير حاجه اصلا يعني. يعني مثلا اول ميزه ان انا بقول لك رودكت فلاشنج مش عارف ايه تايم. تقريبا ديت بيحميك من الفلاش بشكل اقوى شويه. يعني لو حد في روم الاس دي مثلا او حاجه رمى عليك فلاش، فانت ما بتتاثرش جامد. اما بالنسبه للخاصيه اللي تحتها اللي هو نو دامج ريكفري فور جرامنت، ديت بتحميك من القنابل لو حد من فريقك او طبعا الفريق التاني يعني رمى عليك قنبله في روم اس دي مثلا او اي روم بيأثر فيك القنابل. لو حد رمى عليك قنبله فده بيقلل من الدمج بتاع القنابل اللي بتيجي فيك. ده برضو على حسب فهمي في الانجليزي يعني. اما بالنسبه للخاصيه التالتة اللي هي برضو دامج، انا مش عارف هو كله جايب دامج ليه. بقول لك دامج هايتس ماشي. ديت بتقلل الدمج لو انت مثلا برضو هو الاس دي برضو مش هشرح في حاجه غيرها يعني، لان هي تقريبا دي كلها اس دي اصلا. رومات اس دي. لو فضيت من مكان عالي انت الدمج بتاعك بينزل، الدم بتاعك او الصحه بتاعتك بتنزل شويه. لا، الخاصيه دي بتحميك ان الدم بتاعك ما ينزلش. اما بقى بالنسبه للخاصيه التالتة بريز اف تو انتجر انجريت ريلود. ديت يا سيدي معناها ان انت لما بتدوس حرف الاف والطلق بتاعك او الذخيره بتاعتك خلصت، فهو اوتوماتيك بيلحم الذخيره في الذخيره يعني مش بيعمر. ودي طبعا بتنفع كويس جدا جدا في رومات ال HMX ده بالنسبه لي. وطبعا الاس دي او الاف اف اول او تي دي ماتش هي طبعا مفيده. انا ما قلتش ان هي مش مفيده، لا هي مفيده. بس اغلب الناس ان هم بيخشوا في الرومات الاس دي بيكونوا محترفين شويه، او الاف اف اول او تي دي ماتش بيكونوا محترفين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو اصلا بينشن في دماغك وبيقتلك طلقه، فهو مش محتاج ان هو يخلص ذخيره كامله عليك يعني، فاهمني؟ لكن في الاتش ام اكس لا، انت طبعا بتخلص الذخيره، فانت حاجه زي كده هتنفعك جامد جدا، خاصه لو انت مثلا كنت ماسك معاك جيتلين جان اللي هو مثلا في حوالي تقريبا بتاع 200 طلقه في الذخيره الواحده. فبدل ما يقعد يشحن تيجي مثلا تعمل ريلود ويقعد يشحن 200 طلقه قدام عينك، فبياخد له بتاع كام ثانيه كده. لا، انت بتدوس حرف الاف ولو الذخيره خلصت هو اوتوماتيك بيحط لك كمان 200 طلقه اوتوماتيك وتسحب عادي. فدي ميزه حلوه جدا بصراحه يعني. بس انا كشخصيا لا، ما ولا واحده من دول تنفع لي بصراحه يعني. يعني أنا ما بلعبش اس دي اصلا يعني. انا بلعب اتش ام اكس شويه. دي ممكن تنفع لي ماشي، مفيش مشكله. طب تعالى كده نجرب مثلا تغييرات، بس قبل ما نغير نشوف مثلا ايه هي الحاجات اللي ممكن تيجي.
كل دي حاجات يا نهار اسود، انا هقعد اعمل في ده كله؟ طب تمام، خلينا نجرب ونشوف ايه اللي هيجي لنا. إيه مثلا، خلينا نشيل موضوع الفلاش دوت، نعمل مثلا راندوم تشينج. طبعا لازم يكون معاك التيكت ده. التيكت دوت انت بتجيبه من عن طريق الشوب بالشوب ميل، اللي بالنسبه للناس اللي مش عارفه يعني، بس اغلبيه الناس عارفه لان حاجه زي كده قديمه فمعروفه في السيرفر يعني. بنعمل راندوم تشينج ونقول له هنستخدم ايه. نستخدم مرة واحدة مثلا، لان انا كده كده مش معايا 10، انا معايا 7 بس. فانا هستخدم هقلب مرة واحدة في الخانة دي يعني. خد بالك انا اخترت الخانة الاولى. تمام. اعمل يوز 1، جاب لي مكانها ايه دي. طب اقول لك على حاجة، نجرب ونشوف ايه دي اصلا. دامج راندوم لوكيشن مش عارف ايه كده، اي حاجة خاصة بالزد ام كل. ده المفروض ان هو يقوي القنبله بتاعتك في فورمات الزد ام يعني، ولا تلزمني في حاجه. غير دي شيلد. كريت شيلد يورون زد ام. بيدي لك درع في فورمات الزد ام، ومعرفش بيعمل لك سبيد بوست، ولا يلزمني اغير. دي ماشي دي بتزود الطلق بتاعك في رومات ال ام اكس والحاجات اللي فيها وحوش يعني. عادي ماشي، تنفعني مفيش مشكلة. طيب نغير هنا تغييرة. دي الدمج بتاع القنبلة، ودي الدمج بتاع المكان اللي اتفضل عليه. خلينا في دمج القنبلة. نغير. انتوا حافظين، انتوا بتيجوا بالدور ولا ايه؟ هتعمل حاجة عدل يا عم الحاج. برضو زد ام برضو. ايه دي؟ بيستخدم الدم بسرعة يوتشنج. بيخليك تستخدم الدم من غير ما تقلب على السلاح. ماشي، مش لها لازمة بالنسبة لي، ملهاش لازمة. ده بيعرض لك الاتش بي الدم بتاع الوحوش فروم الماس اكسبت اسكيب. ماشي. ده بيخليك مثلا تشوف دم الوحوش في الروم ده بالذات، مش الاتش ام اكس، لا، الروم اللي هو ماس سكيب. طبعا الروم دوت اللي هو بيبقى فيه روم ديسكتوب وحاجات زي كده يعني، اللي بتلاقي فيه ناس بتجيب بالالوفات بالالوفات من النقاط. معلش يعني كده معايا تغييره كمان، ممكن نشيل ديت، مش ليها لازمه، ده مش عالي. نغير دي، مش ليها لازمه بالنسبه لي انا، كده كده عادي. يلا جبنا حاجه في زد ام. ده بيقول لك زد ام يور بفر فاستر. مش عارف بصراحه بتعمل ايه، بس هي حاجه ليها علاقه بالسبيد يعني، بس مش عارف. ماشي، انا كده خلصت اصلا السبع تيكات اللي معايا، السبع تيكت اللي معايا. تمام. خلاص كده خلصنا ديت الايه، الشخصيه. بعد ما انا لعبت انا في المميزات بتاعتها، وجبت الحاجات اللي انا بالنسبه لي شايفها مناسبه، بالنسبه لكم انتوا معرفش. طيب، بالنسبه بقى لميزه الهارت شوت اللي انا قلت لكم عليها، هقولها لكم في اخر الفيديو. فديت يا سيدي حاجه مفيده اللي انا اكتشفتها يعني مثلا على سبيل المثال، دي بتشتغل مع رومات الزد ام. خلينا مثلا نخش هنا. عندي هنا كم في قشطه. بص يا برنس الجيل، الفيو تيم افكت ده، الخاصيه ديت ما بتشتغلش غير مع الشخصيه اللي انا لسه واخدها. معرفش بقى هل في شخصيات بقى بي نفس الميزه، فيها نفس الميزه ولا لا، بس بصراحه في الوقت الحالي الشخصيه اللي انا خدتها دلوقتي من الايفنت اللي هي النوبل فيها الميزه دي يعني. حتى انا لو تلاحظ اول ما حطيت الماوس على كلمه فيو تيم افكت، في شخصين معاهم نفس الايه، نفس الشخصيه ديت، اللي هو انا واحد منهم، اللي هو اراجورن دوت اللي هو انا، والتاني اللي اسمه فورميلا ده يعني. وحتى بص لو بصيت على شخصيته فوق هتلاقي مكتوب عليها ايه، هو مختارة حتى ميريندا نوبل جولد، نفس الشخصيه اللي معايا يعني. طيب المهم، عشان ما اطولش عليكم، الشخصيه دي بتعمل ايه؟ بص يا برنس الجيل، بص. لو الروم زد ام زي اللي انا فيه دلوقتي حاليا، لو في شخصين اتنين لاعب معاهم نفس الشخصيه اللي اسمها ميريندا ديت، اللي احنا لسه كسبانها دلوقتي، ميريندا نوبل ديت، فده بيدي لك مميزات اكتر يعني. هنا مثلا لو شخصين جوه الروم، فهو بيقول لك كذا كذا تقريبا دوت، بيخليك الذخيره بتاعتك مفتوحه يعني انليميت، مفتوحه، ما بتعمق، مش محتاج ان انت تروح تشحن ذخيره اصلا من الصندوق اللي موجود جوه المابا. تمام.
ده لو ايه في شخصين في نفس الروم. طب لو في شخص كمان تالت معانا في نفس الروم، ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك فيكس يور نايف يور موف يور سبيد. تقريبا على ما فهمت يعني، حسب ما انا فهمت، بيقول لك لو انت قلبت على السكينه فده بيديلك سرعه وخليك تجري بسرعه جوه الروم يعني. ده لو في 3 اشخاص جوه الروم معاهم نفس الشخصيه. اما بقى لو في 4 اشخاص جوه الروم معاهم نفس الشخصيه، ودي بصراحه انا شايفها افجر ميزه، وهي ان انت والفريق كله، انت وال4 اشخاص يعني، بتاخدوا 16% ضربه حرجه. يعني ايه؟ يعني وانت بتضرب في الوحوش من جوه بتلاقي في ارقام بتطلع باللون الاحمر. الارقام ديت بتبقى دايما بيسموها ضربة حاسمة او ضربة حرجة. ضربة حاسمة ديت موجودة في العاب تانية يعني، لو في ناس بتلعب حاجة زي كونكر اونلاين مثلا هتعرف يعني ايه ضربة حاسمة. وانا طلعت من الروم، هو الوقت خلص يعني، محبكينها اوي معايا. فين الروم؟ طيب اهو ده. ماشي. فدي هتاخد 16% الشخصية، فدي حاجة بتقويك انت والناس ديت جوه روم الزد ام. فبصراحة انا شايفها حاجة حلوة. بس هو زومبي مود، هي تفرق زومبي مود من زد ام؟ بتهيألي كله زد ام. زد ام 4 من زومبي مود بتهيألي كله زي بعض. ماشي، بس هي عموما هي ميزة جامدة بصراحة يعني. الهارت شوت قصدي. ايه الهارت شوت دي؟ الهارت شوت ميزة جامدة لو معاك تيم مع نفس الشخصية. بتهيألي انا كده شرحت الشخصية. يا ريت تكونوا استفدتوا، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وفعل الجرس. شكرا.